قبوعه معناها لجولات في المرتبه الاخيره، بعد البوليميك اللي صارت، بعد معناها استلام المقاليد الفنيه من ابن النادي خلينا نقولوا سعيد السابي. سعيد السابي تقريبا لمسته قاعدة تظهر على الميدان، قاعد معناها متفاعل مع الأجواء مع المباريات. سعيد سابي بعد مباراتين عنده مباراة فيها تعادل مباراة اليوم انتصار. كنت تابعت المباراة كما قلت وخلينا نقولوا بين ظفرين معناها تابعنا المباراة أول شيء وقت اللي ترجع لأرضية الميدان مع احترامي معناها حمزة اليوم مركز متاع خيول اللي قاعدين نلعبوا فيه ممكن كان يكون أهون شوية، وهذاك اللي يفسد من جمالية الكرة من ناحية، ومن ناحية أخرى أثر على مستوى الفريقين، رغم أنه شفنا فيها عديد الفرص اللي كانت للنادي الأفريقي واللي معناها صراحة نحب نقول برافو الرامي الجريدي من ناحية حارس أولمبيك سيدي بوزيد، ونقول لسعيد سابي انه فما مراجعه للتركيز المهاجمين خاصه في الثلث الاخير وقدام الباب، خاطر اليوم تقريبا 5 ل 6 فرص اللي ضاعت من مقرب من دريدي من وسام يحيى، معناها انفرادات تميز فيها من ناحيه حارس اولمبيك سيدي بوزيد رامي جريدي اللي معناها كل ما يتقدم به العمر كل ما قاعد يؤدي في اداء اكبر واعلى. وسام يحيى مالغري دخل في الشوط الثاني مع اي، لكن نحكي على الفرص اللي ضاعت. الفرص اللي ضاعت كانت من اقدام تقريبا ادم قرب دريدي وبعدها الانفراد اللي كان نتاع وسام يحيى. هنا فهمتني نقطه استفهام على المهاجمين وعلى اضاعه الفرص. خلينا نقولوا لنقص المباريات ولا اليوم معناها الافريقي معناها بعد جولات 5 جولات مازالوا ناقصينها جولتين. اليوم ب8 نقاط النادي الافريقي على بعد تقريبا 4 نقاط من المتصدر، قادره انها معناها ترجع في الكورسه، واللي كانوا يحكوا على انقاذ اليوم بعد انتصار اليوم ولينا نحكيوا على مرحله بلاي اوف للنادي الافريقي. خليني نقول زاد فما مجهود كبير قاعد يقوم به المعد البدني للنادي الافريقي مروان سليماني. معناها اليوم النادي الافريقي تقريبا شفنا الجاهزيه اللياقيه، شفنا الاداء اللي قاعدين يقوموا به، بالتالي معناها منظومه قاعده تخدم. ان شاء الله الجمهور بعد الحركه القديمه وما نحبش نرجع لها معناها اللي صارت ازاء اللاعبين التصرف ما يكونش هكاك، لكن اليوم ان شاء الله يكونوا هما بالحق السند الاول للنادي الافريقي كما عودون. فما استفاقه